إلهي وخالقي، يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق عنده المستغفرون، قد وجدت في وصالك لذتي وانصرفت نحو رضاك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي ودوام قربك راحة فؤادي. يا رب، لا تجعل في حياتي سوءا إلا دفعته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا رزقا إلا وسعته، برحمتك يا مولانا ويا سيدنا. اللهم فيك الرجاء ومنك العطاء وإليك يرفع الدعاء، فاهدني إلى صراطك المستقيم وثبتني عليه إلى يوم الدين. حبايبي واخواتي واصحابي، صباح الورد والفل والياسمين على كل مشاهدين ام هنا. يوم جديد، فيديو جديد، صلوا على النبي وحدوا الله. طبعا زي ما انتوا شفتوا اول الفيديو، انا كنت النهارده عامله روتين سريع في الصاله بتاعتي. طبعا انا شلت الفرش اللي كنت فرشاه يوم العيد، شلت الكراسي برضو الزياده اللي كنت فرشاها شايلاها يوم العيد، فخليت الكنب اللي طبعا اللي احنا بنستعمله دلوقتي. ده اللي بيبقوا قاعدين فيه ولادي على طول، والصالة دي اللي قاعدين برضو فيها. وانا بحب اشيل الكراسي الزيادة والحاجة الزيادة اللي فيه، ليه؟ عشان اتوسع معايا الصالة. وشلت سجادها وشلت الكفر السجاد، وحطيت برضو سجاد نظيف وكفر جديد نظيف، وشلت الحاجة التانية بقى غسلتها. كل سنة وانتم طيبين وصحة وسعادة يا رب. الجزء التاني برضو خير رمضان، الجزايز والعيش الناشف. طبعا دي انا كنت عامله لكم عليها فيديوهات ياما، فحبيت برضه احطها لكم معايا عشان كل اللي معاه حاجات محوشها وطالع منها من رمضان نستفيد. هنعمل اعاده تدوير. تعالوا بقى على الحاجه الحلوه اللي انا هعملها لكم النهارده، اللي هو هعمل لكم حاجه حلوه جدا في مكونات في كل بيت. صلوا على النبي حبايبي وتعالوا معايا. هنجيب بيضتين، وهنجيب نص كوباية من اللبن، وكيس فانيليا، وذرة ومعلقتين خل. كل ده هنحطه في الخلاط. 3 معالق سكر، وهنحطه كيس من محسن الكيك. امشوا معاي بكل خطوة زي ما انتوا بتقولوا خطوة خطوة. وذرة ملح. وده اللبن، انا حبيت ازود لبن تاني عشان انا قلت اضعف الكمية. ضربنا كل ده في الخلاط من غير زيت. ذرة ملح عشان زفرت البيض، و2 فانيليا، و4 ولا 5 معالق من الدقيق. يعني نقول كوباية دقيق صغننة على كوباية لبن. أظن المكونات كلها قدامكم، وأنا هنزل لكم المكونات في صندوق الوصف، عشان أنا نفسي والله صح تجربوا الوصفة دي، هتدعوا لي عليها. جميلة 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 جميلة. هنعملوا لا تعرفوها كيكة، ولا نعرفوه كب كيك، ولا نعرفوا يعني حاجة حلوة. احنا دهنا الصينية الطاسة اللي ما بيشبكش فيها الأكل، ونكبه فيها ونغطوه على نار هادية خالص زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال، ماشية معاكم خطوة خطوة. ليه؟ عشان أنا نفسي تجربوا الحاجة الحلوة دي. ده يا حبايبي مش كريب، ده بانكيك. ده مش كريب، ده بانكيك، عشان فيه كل خطوات الكيكة ما عدا انا حطاها مطيباها على النار من فوق. زي ما انتوا شفتوا، وما حطلهاش زيوت ولا سمنة ولا اي حاجة ولا زبدة ولا اي حاجة. يا دوب تدهنوا بس الطاسة كده وتحطوها. جميل. جبنة طبعا هنحشوها مربى. اللي عنده مربى يحشي، عندك قشطة تحشي، عندك حلاوة طحنية مش هيضر. حاجة جميلة هتدعو. عندي زي ما انتوا كنتوا شايفين كده حبايبي. طبعا ما عندكش ورق زبدة يا ام هنا، هتدينيها والله جبت ورق ابيض من الولاد يكون نظيف، واستعملته مكان ورق الزبدة عشان ابقى صريحة معاكم. هو لو عندك ورق زبدة لفيه بيه، ما عندكيش اعملي. دي انا بوريكم انا اللي عندي انا بحشي بيه مربى. وعندي علبة قشطة بالعسل النحل، بالعسل النحل. فكانت عندي انا فتحتها قدامكم، جميلة جدا العلبة دي، علبة قشطة بالعسل النحل، لو حد حابب يجيب منها يعني. حشيت منها بصراحة. شفتوا النايت بتاع المحلات والمعلب اللي بيتباع ده احلى منه. جربوه وقولوا لي.
انا عاملاه بصراحة وعجبني، عجبنا. عملت الكمية يا حبايب قلبي يا غاليين. ما تنسوش اللايك بقى لأم هنا والاشتراك، واسمعوا الفيديو للآخر عشان هو يستاهل. عملت الكمية كلها ولفيته زي ما انتوا شايفين كده برضو. وهتحطوه فين؟ نص ساعة في الفريزر، يعني نص ساعة في الفريزر تحطوه وتقطعوه بقى كده. هو انا اوريكم برضو اللفة، بص بيتلف معاكم بكل سهولة. ده ورق من الكراسات يعني ورق عادي يعني. انا ما عنديش ورق زبدة، فانا لازم ايه، هو قناتي مبنية على ايه محتواكي يا ام هنا اللي في بيتك تستعمليه، ونعمل احلى حاجات واحلى وصفات، وعلى قد ايدك وعلى قد ميزانيتك، على قد مقدرة بيتك. طبعا انا وريتكم السوا ازاي هنغطوها يطلع 5 دقايق على النار. طبعا السوا زي ما انتم شايفين، طول ما هي اتحمرت من تحت نروح رافعين الغطا عليها على طول، تبقى مفقفقه زي ما وريتكم الخطوات بالظبط. انا موريها لكم صورة. ما تخلوهاش يعني تتحمس جامد وتبقى هشة. شايفينها هشة ازاي؟ طرية، والقوام بتاعها عسل، ناعمة كده وتدوب دوب في البوق. وتقطعيها زي ما انتوا شايفين بالمنظر اللي انتوا شايفينه حبايب قلبي يا غاليين. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بوريكم ازاي، بوريكم ان هي طريه عزمه داخله في الفريزر نص ساعه. حطيتها عشان تبقى متماسكه كده وتقطعيها كده تبقى جميله. بصوا ما تخلوهاش تحمر جامد، خلوا التحمير بتاعها يبقى حلو برضو. ما تحمسوهاش على النار ياما، يعني ما تخلوهاش تبقى يعني محرقه، لا خلوه بالشكل ده. حبيت اعمل وصفة دي لولادنا وحبايبنا، تبقى حاجة حلوة. وهم جايين من المدرسة يلاقوها برضو بيفرحوا. الولاد عندنا بيحبوا الحاجات دي جدا وبيفرحوا بيها، والله احسن من الكحك والبسكوت والحاجات دي. العيال بيحبوها الحاجات الخفيفة الحلوة دي، ومش هتكلفنا وعلى قد ايدنا. وربنا يا رب يبارك لنا في الغليلة تبقى كتيرة ببيتنا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم اخواتي وحبايبي ومتابعيني ومشاهديني. تنسوش اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وحفظه. يا ريت نتفرج على الفيديو للآخر عشان كلنا نستفاد. مع ألف سلامة، في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.